تظاهر عدد من الإيغور في الولايات المتحدة الأمريكية في واشنطن أمام البيت الأبيض للاحتجاج ضد قمع الصين للإيغور والأقليات الأخرى من المسلمين في منطقة شينجانغ ذاتية الحكم لقومية الإيغور تركستان الشرقية. وشارك في المظاهرات رئيسة المؤتمر العالمي للإيغور السيدة ربيعة قدير. نظمت القنصلية العامة الصينية في إسطنبول مأدبة إفطار على نطاق كبير في بشكتاش للطلاب المسلمين من الإيغور وغيرهم من الأقليات العرقية الأخرى للاحتفال بشهر رمضان المبارك، حيث قام رئيس جمعية الإيغور سيد توروك بتنظيم حفل إفطار للإيغور وغيرهم من مسلمي تركستان الشرقية بنفس الوقت، حيث قال إن الهدف من خطوة القنصلية الصينية هو تغطية الجرائم البشعة التي يرتكبها النظام الصيني ضد الإيغور وغيرهم من مسلمي تركستان الشرقية. احتج الأردنيين في العاصمة عمان لمدة 5 أيام متتالية ضد قانون الضرائب الجديد، وقد وصلت الاحتجاجات إلى مدن كبيرة أخرى داخل المملكة، حيث اتهم المتظاهرون الحكومة بفرض هذه الضرائب للحصول على مساعدات مشروطة من قبل البنك الدولي. ونادرا ما تطالب المظاهرات في المملكة الأردنية بتنحي الحكومة، لكن هذه المظاهرات طالبت باستقالة رئيس الوزراء وتنحيه عن الحكم، مما استدعى إلى تدخل الملك الأردني. ذكرت صحيفة إيبك تايمز في 5 يونيو أن وزارة العدل الأمريكية قالت في 4 يونيو إن مسؤولا سابقا في وكالة استخبارات الدفاع الأمريكية اعتقل في 2 يونيو حزيران للاشتباه في قيامه بالتجسس للحزب الشيوعي الصيني. وتم إلقاء القبض على رونالد هانسن البالغ من العمر 58 عاما من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالية عندما انتقل إلى سياتل في مطار تاكوما الدولي. وذكرت وزارة العدل الأمريكية أن هانسن اتهم بمحاولة تسريب معلومات دفاعية أمريكية إلى الحزب الشيوعي الصيني وجمع مئات آلاف الدولارات، وقد تصرف بشكل غير قانوني كعميل للحكومة الصينية. أجرت القوات الجوية الصينية 3 مناورات جوية بطائرات مقاتلة متطورة، حيث كانت الطائرات مزودة بصواريخ جاهزة للإطلاق. وقد أعربت الولايات المتحدة عن عدم رضاها عن هذه المناورات. ذكرت دائرة أخبار الصين في 4 يونيو وفقا لألستوم تقرير الأمم المتحدة الخاص بالفقر المدقع، حيث خفضت إصلاحات الضرائب في إدارة ترامب العلاوات الاجتماعية وحماية التأمين الصحي للفقراء، فضلا عن المؤسسات الكبيرة والغنية. ودعت ألستوم السلطات الأمريكية إلى توفير حل جذري للضمان الاجتماعي للقضايا الأساسية بدلا من معاقبة الفقراء.